السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله اكلمكم عن اهم 5 نصايح هم اللي ساعدوني ان انا اجيب 95% بعد توفيق ربنا. لازم عشان تظبط اي مادة يكون معاك كشكولين او كشكول واحد كبير. الكشكول الاول هيكون للتلخيص والخرائط الذهنية. هتقولي ازاي؟ يعني لازم بعد ما تذاكر اي درس وتحل عليه تكتب النقط الرئيسية اللي موجودة في الدرس ده من اول الدرس لحد اخر الدرس، ولازم تحت كل عنوان تكتب جملة تفكرك بالكلام الكتير اللي تحت العنوان ده، بحيث ان انت تفضل فاكر الدرس لأطول فترة ممكنة. والجملة دي ممكن تكون تحشيشة، اغنية انت الفتها، اي كلام يعني، ولكن المهم ان انت تكون فاكر العناوين الرئيسية وشوية كلام كده عن الدرس، بحيث ان انت تكون لامم الدرس بافكاره. طيب بالنسبة للخرائط الذهنية، يعني ايه خريطة ذهنية اصلا؟ هي تبان كلمة مجعلصة كده، ولكن كل ما فيها ان انت بتجمع كلام كتير متنطور في الدرس في نص صفحة. على سبيل المثال عندنا درس اسمه الجهاز المناعي ووظائفه، عدد وظائفه 5. الوظائف ديت متنطورة في الدرس كله، انت هتجمعهم في نص صفحة بحيث ان انت تكون فاكرهم، او ترسمهم في رسمة تكون مجمعة ال5 وظائف. ونفس الكلام ينطبق على الفيزياء والرياضة. كل قوانين الفيزياء اللي موجودة في الدرس ده او قوانين الرياضة اللي موجودة في الدرس ده لازم تكون مجمعهم جنب بعضهم، بحيث لو في قانونين ولا حاجة ليهم علاقة ببعض تكون انت حاططهم جنب بعض ورابطهم ببعض. واوعى تستهون بالحوار ده، لانه والله العظيم هيفيدك جدا، وخصوصا ان السنة طويلة. فلازم انت تكون محدد نقط رئيسية في الدرس، بحيث ان انت ممكن في 5 دقايق تراجع الدرس ده وتعرف هو بيتكلم عن ايه. وده هيساعدك جدا في الربط بين الدروس. يعني مثلا الدرس اللي انت لخصته في كذا نقطة ده، هتشوف ايه علاقته بالدرس اللي قبله والدرس اللي بعده بمجرد بس ان انت تفتكر الكلام اللي انت كاتبه او ملخصه في نقط رئيسية. بالنسبة للكشكول التاني، وده لا يقل اهمية عن الكشكول الاول، بل ممكن يكون اهميته اكبر. الكشكول ده بنسميه كشكول السوابق او كشكول الصعاب زي ما الدكتور محمد ايمن بيقول. الكشكول ده بتكتب فيه اي سؤال صعب قابلك طول السنة، سواء في درس سواء في امتحان انت حليته. اي سؤال صعب يقابلك وحسيت ان انت مش عارفه او حسيت ان هو فكرته حلوة، هتكتبه في الكشكول ده. الكشكول ده مش هتعرف قيمته غير في ليالي الامتحان، بحيث ان انت هتشوف اصعب الاسئلة اللي واجهتك طول السنة. والله العظيم صدفت مع ناس كتير ان الكشكول ده بيجي منه اسئلة كتير في الامتحان، فاوعى تستهون بالموضوع ده. طيب النقطة الاهم بقى، وهي ازاي انت تذاكر. هقولك انت عندك 3 منحنيات ب3 انواع من الناس. المنحنى الاول او النوع الاول هو اللي بيبقى متحمس بزيادة قوي في بداية تالتة ثانوي، ويقولك انا هروح عند 3 مدرسين وهحل 4 كتب في المادة، بحيث ان انا اكون ملم بكل الافكار. وتلاقيه عمال يتكلم كده كلام كبير وهو اصلا مش عارف ايه اللي مستنيه لو فضل مكمل بنفس الطريقة دي. وزي ما انت شايف بعد شهرين او 3 بتلاقيه مستسلم خالص ورمى الفوطة. فاحنا كده احنا هنستبعد المنحنى ده، فاوعى تكون من النوع ده. المنحنى التاني او النوع التاني هو اللي يبقى نايم في الخط اول ثانوية عامة، ويقول لك انا هبدأ في شهر 12 واظبط الدنيا وهكون انسان جديد، وتحسه بهجة صابر في نفسه. انا هقول لك كلمة واحدة بس، خليك نايم وابقى قابلني. وكل حاجة طبعا واردة يعني بتوفيق ربنا، بس انت ما تروحش تقف قدام القطر وبعد كده تزعل من اللي هيحصل فيه. يبقى كده برضه هنستبعد المنحنى التاني. المنحنى التالت بقى والاهم، اللي لازم اي طالب ثانوية عامة طبيعي يكون ماشي عليه، هو بيكون منحنى معتدل اغلب الاحيان، يعني ماشي برتم واحد تقريبا، ولكن طبعا لازم يكون فيه سقطات. ده امر طبيعي جدا يعني مثلا هتلاقي المنحنى ماشي 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 وفجأة نزل. اوعى تقلق وتخاف وتقول انا خلاص حلمي ضاع. لازم تستجمع قواك وترجع بالمنحنى تاني لنقطة الاصل اللي هو كان موجود فيها. فاوعى تخاف من النقطة دي، لازم يكون في سقطات على مدار السنة. طيب يعني ايه يكون المنحنى ماشي برتم ثابت؟ يعني على سبيل المثال موضوع النوم، في ناس تقول لك انا هبدأ اول السنة انام 10 ساعات و12 ساعة عادي، وبعد كده بقى كل شوية ابدأ اقل بعدد ساعات النوم، 8 ساعات 6 ساعات و4 ساعات. اقول لك مفيش حاجة اسمها كده. ثانوية عامة من اول يوم لاخر يوم انت هتمشي بنظام ثابت عشان حتى تتعود على كده. يعني عدد ساعات نومك من 6 ل 8 ساعات، اوعى تتنازل في اقل من كده، الا طبعا لو وراك ظرف زي مثلا امتحان في درس او شامل او اي حاجة،
فانت يعني من نفسك كده المفروض تنام اقل عدد ساعات عشان تلم الدنيا يعني قبل الشامل. واحد هيقول لي خلص يا عم قول اللي انت عايز تقول ايه. هقول لك ثانوية عامة اهم حاجة فيها ان انت ما تراكمش دروس، الدرس اللي تاخده تذاكره في نفس اليوم. هتقول لي طب انا ممكن ما يكونش عندي وقت، هقول لك على الاقل تقرأه لان ده مهم جدا. لو انت راكمت درس وسبته مثلا لحد ما ميعاد الحصة التانية يجي وتقول انا هذاكره قبلها، هتبقى محتاج تسمع الشرح تاني، فهتضيع على نفسك وقت كبير جدا. انت في غنى عن الكلام ده. يبقى مش مطلوب منك غير ان انت لما تاخد الدرس تذاكره بما يرضي الله، وما تراكمش حاجة لان انت هتندم لو راكمت. واسأل دفعات كتيرة قبلك، ولو حد بيتفرج علينا من 2024 يكتب لنا في الكومنتات تجربته مع التراكمات ايه. الحاجة التانية اللي لازم تاخد بالك منها وهي ان دماغك لازم يتعرض للمعلومة كذا مرة على فترات عشان المعلومة تثبت وتتحفظ في الذاكرة الدائمة. في ناس تفضل قاعدة جنب الدرس طول اليوم تعيد وتزيد وتعيد وتزيد، تيجي تسأله بعد يومين ولا حاجة ما يكونش فاكر ولا كلمة. يبقى انت لازم يعني توفر على نفسك وقت ومجهود. بدل ما تقعد في الدرس 4-5 ساعات، انت هتقعد النهاردة ساعة، وبكرة نص ساعة، وبعده تلت ساعة، واخر الاسبوع 10 دقايق. الدرس هيثبت في دماغك بطريقة يعني جبارة. فالحاجة ديت مهمة جدا، اللي هو تكرار التعرض للمعلومة احسن بكتير من ان انت تقعد جنب المعلومة طول النهار وما تتعرضش لها غير مرة واحدة. وطبعا يعني انت عارف ان التكرار بيعلم الشطار. بالنسبة بقى لموضوع الاستيعاب وبركة الوقت، هتتفق معايا او هتختلف، افضل وقت هتذاكر فيه وهيكون الوقت معاك فيه بركة، يعني ممكن تخلص حاجات كتير قوي والساعة ما تكونش جات 9 أو 10، هو وقت الفجر. أنا كنت بخلي وقت الفجر للمواد اللي هي بتحتاج تشغيل دماغ وصعبة، زي مثلا الفيزياء أو الرياضة أو الكيمياء. الحاجات دي بتبقى محتاجة يعني شغل عالي جدا ومحتاجاك مصحصح ومفوق، فكنت أنا بخلي المواد ديت لوقت الفجر. إنما المواد اللي هتحتاج منك دش كتير وحفظ كتير لازم تخليها قبل النوم، زي مثلا الإنجليزي والفرنساوي أو الجيولوجيا. الجيولوجيا ديت يعني مليانة كلام، فصدقني مذاكرة الفجر ديت مش هتتعوض حتى لو سهرت طول الليل. النقطة اللي بعد كده وهي حوار الكتب. عندنا في تالتة ثانوي بيكون كتاب الشرح لوحده بسعر وكتاب التدريبات بسعر، فيفضل ان انت تاخد كتب الشرح من واحد اكبر منك بس يكون شاطر، لانه بيكون مزود معلومات ومركز على حاجات كده بالماركر موجودة في قلب الدرس. الحاجات دي هتفيدك جدا يعني. فلو عرفت تجيب كتاب الشرح من حد اكبر منك مفيش مشكلة، كده كده الشرح ما بيتغيرش يعني. حتى لو كان اللي اكبر منك ده يعني اكبر منك بسنتين او 3. انا مستعد اقولك ان انا كنت بذاكر كيمياء من كتاب من 2019، يعني كتاب نظام قديم. كان الكتاب ده الشرح بتاعه عبارة عن علل وماذا يحدث وما النتائج المترتبة. فكان بالنسبة لي الكتاب ده كويس جدا، وكان بيحط ايدي على حاجات مهمة جدا لازم اركز عليها. والحمد لله يعني كان هو سبب من الاسباب ان انا اجيب 59 في الكيمياء بعد توفيق ربنا طبعا يعني. فوفر على نفسك مصاريف كتب الشرح. بالنسبة بقى لكتب التدريبات فانت طبعا لازم تشتريها جديدة عشان تحل بايدك. ما ينفعش تعتمد على كتاب تدريبات بتاع حد اكبر منك، لانك مش هتعرف تحل ولا تعرف حتى تفكر في السؤال. ودول كانوا اهم 5 نصايح يعني استفدت بيهم، وهما كانوا السبب بعد توفيق ربنا ان انا اجيب 95%. ولسه في كلام كتير هنقوله باذن الله في فيديوهات جاية. ما تنسوش اللايك والاشتراك. ودمتم لا استنى كده، هتعمل ايه لو قلتلك ان انت ربنا اختارك ان انت تكون من اهل الله وخاصته؟ لو انت بدأت تحفظ قرآن. عشان كده انا سايب لك في الوصف 3 روابط. رابط الجروب الرئيسي اللي بينزل عليه الورد واللي بيكون ربع للخاتمين وصفحة لغير الخاتمين. واعرف دايما ان القليل الدائم افضل من الكثير المنقطع. دي فرصة كويسة جدا ان انت تحفظ قرآن في الاجازة او حتى لما تبدأ تالتة ثانوي. يعني الصفحة او الربع مش هياخد من وقتك كتير، بل طبعا انت عارف ان القرآن ما بيزحمش حاجة الا ما بيجعل فيها بركة. فما تفوتش الفرصة ديت وانضم للجروب وبإذن الله تستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.